صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وما تنساش الاشتراك علشان توصلك كل قصة فيها عبرة. في قرية هادية وبسيطة كان عايش شاب اسمه محمود. شاب على قد حاله، لا معاه فلوس ولا ظهر، لكن معاه حاجة ما تتشريش ولا تتباع: قلب طيب وصبر كبير. محمود اتولد والدنيا قاسية عليه. أبوه مات وهو صغير وأمه تعبت، فاضطر يسيب المدرسة بدري ويشتغل أي شغل يلاقيه. كان يصحى قبل الفجر ويرجع بعد العشاء. جسمه تعبان بس لسانه دايما يقول الحمد لله. الناس كانت تشوفه وتسأل نفسها: إزاي الراجل ده لسه بيضحك؟ في اللي كان يستغله وفي اللي كان يقلل منه وفي اللي كان يوعده وما يوفيش. ومحمود كان يسكت، مش لأنه ضعيف، لكن لأنه مؤمن إن ربنا شايف وإن الحق عمره ما بيضيع. في يوم من الأيام وهو راجع من الشغل متأخر، لقى طفل صغير قاعد لوحده وبيعيط. كان ممكن يكمل طريقه لكنه وقف، قعد جنبه وفضل معاه يطمنه ويدور على أهله. لفوا كتير لحد ما وصلوا، وأبو الطفل شكره شكر كبير وقال له لو احتاج أي حاجة يعتبره أخوه. محمود ابتسم ومشي وهو مش متخيل إن الموقف البسيط ده هيبقى سبب فرج كبير. مرت الأيام وجت أيام أصعب. الشغل قل والفلوس خلصت وأمه دخلت المستشفى، ومحمود حس إن الدنيا قفلت من كل ناحية. في ليلة تقيلة قعد لوحده ورفع عينه للسما وقال: يا رب، أنا تعبت بس راضي ومش هبطل أثق فيك. وبعدها بساعات تليفونه رن. كان نفس الراجل اللي ساعد ابنه. قال له إنه فاتح مشروع جديد ومحتاج حد أمين يعتمد عليه. وكل اللي سألوا عن محمود قالوا كلمة واحدة: راجل طيب. محمود اشتغل بضمير وتعب أكتر، بس المرة دي تعبه كان ليه طعم. المشروع كبر والثقة زادت، وبعد فترة بقى شريك وبقى عنده اسم وبقى قادر يساعد غيره زي ما كان نفسه حد يساعده. أول حاجة عملها إنه عالج أمه وخلاها تعيش مرتاحة، وبعدها فتح باب رزق لناس كتير من قريته. وفي يوم واحد سأله: أنت إزاي صبرت كل ده؟ ابتسم محمود وقال: لأني كنت متأكد إن ربنا عمره ما بيكسر بخاطر حد صابر، وإن الخير اللي بيتعمل في الخفاء ربنا بيظهره في العلن. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو القصة عجبتك ما تنساش الاشتراك، يمكن كلمة أو قصة تكون سبب أمل لحد محتاجها.